سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، والفيديو تاعي هذا يلقاكم في صحة وهناء. مرحبا بكم عند اختكم ميلينا. اليوم جبت لكم واحد الوصفة يا البنات اللي عمرها ولا تنجح في المثقبة ولا المبسس ولا اي وصفة تنقلها بالسميد. اروحي تشوفي نعطيك هذه الوصفة وادعي لي غير بالخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفة، شوفوا نقسم لكم حبة تشوفوها. شوفوا تجي مطمنة مبسة حتى للقلب. شوف تجي هايلة. هنا شوفوا مازالت سخونة، عاد راني نقسم لكم فيها وطيب لكم حتى القلب. ماهيش خضرة عجين ولا تقول لي راهي خضرة ولا راهي طايبة، على الكيف. هنا جبت لكم وصفات تاع حنا بكري كانوا امهاتنا مسمينهم مخمرات، يعني خليط ما بين المثقبة والمخمرات. نبداو في الوصفة ونقولوا بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. هنا نجيبوا اناء نحطوا فيه حبة تاع البيض، فيها البيض. هذه الوصفة راح نقول لكم تجيكم ناجحة 100%. انا عندي شوية تاع لافاني، وهنا عندي واحد زوج مغارف تاع مزهر. درت عيني هي ميزاني، ما تكثروش المزهر. ها زوج مغارف برك للنكهة. راكم عارفين احنا الجزائريين نبغوا نكهة المزهر، راح تجي فيه نكهة تاع المقروط، يعني نكهة مختلفة. راح نديرو هنايا كاس تاع 220 مليلتر، راح نديرو كاس غير ربع تاع الزيت، وبنفس الكاس حنعبروه كاس تاع الماء، يعني ماء عادي من الحنفيه ماشي سخون. نبداو بالسوائل هما الاولى نخلطوهم مليح، ومن بعد نبداو نضيفو في السميد تاعنا. هنا السميد انا استعملت السميد المتوسط اللي نديرو به المقروط ونديرو به الطمينه، يعني متوسط ماشي خشين خشين بزاف. نخلط هذو كامل مع بعض حتى تندمج لنا الماء مع الزيت. وصفة سهلة ديريها في وقفة يجوك ضياف، ولا تبغي ديريها لوليداتك الصباح مع القهوة، يعني سهلة مش حتدي كامل منك الوقت. راح نضيف هنا مغرفة صغيرة تاع الملح، وهذا الكاس ما شاء الله راك طالي كمية يعني لا باس بها. تبغي تكبري في الكمية ولا تصغري انتي والاختيار تاعك. نخلطوا الملح حتى يذوب، ونضيفو زوج مغارف كبار تاع السكر العادي اللي نشربو به القهوة، سكر حرش. تبغوا هذه الوصفة ايضا تبغوا ديك ما انا درت لها رشة تاع السكر ناعم، تبغوا ديروا لها الحسل، تبغوا تخلوها يعني ساك عادية طبيعية ما حتى اضافة. هنا زوج مغارف تاع السكر نخلط مليح غير بالفوي. دوك نبداو نضيفو في السميد تاعنا، ونبدا نخلط غير بيدي باش نطمى العجينه تاعنا. وراح نعطيكم الاسرار باش تنجحوا وما ينفتح لكمش هذو المبسس ولا المخمرات. ولا كاين واحد الحلوى تركيه ثاني تشبه لهم كما هكا. انا شوفوا السميد قلت لكم متوسط. نضيف باكي تاع خماره تاع الحلوى. هنا السميد تاعنا كي تبداو ترونوا في العجينه تاعكم، رونوا غير بشويه وشوفوا، لانكم عارفين باللي السميد راه يشرب السوائل، يعني غير يقعد شوي يولي ينشف. يعني ديروا غير بشويه وانتم تخلطوه حتى تلحقوا للقوام اللي نحوسوا عليه، ما تكبوش ضربه واحده. نبقى نضيف غير بشوي وانا نجمع فيها بصبحتيه ما تعجنوهاش. دوك انا نخلي لكم القوام تاعها، حنخليها شويه جاريه، يعني حنخليها حوالي خدر 5 دقائق نولي نلقاها شربت كامل السوائل. على ذي قلت لكم ديروا السميد ديروا غير بشوي ما تنخدعوش وتنشوف لكم العجينه تاعكم. ها هنا ندير غير بشويه ونخلط. مليحه للقهوه تاع العصر، القهوه تاع الصباح بلا تاي، راهي رائعه هذه الوصفه. شوفوا القوام تاعها البنات. ها هنايا ما نزيدش، راهي تبان لكم يعني مطلوقه، يعني راهي جاريه، لكن خلوها بواحد شويه 5 دقائق ولا نرجعوا ليها نلقاوها السميد تاعنا شرب كامل هذو السوائل. ها هنا خليتها. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا كيفاش شرب السميد تاعنا. انا راني دايره هنايا المقله تاعي فوق النار، درت لها الزيت راهي تسخن،
ونجيب كميه من العجين ونبدا نبسط فيها. انا درتها هنا على شكل قلوب، انتم الشكل اللي تبغوا ديروه مقروطات دوائر. درت انا قلوب ودرت دوائر غير بيدي، يعني العجين كي بدا يبقى لي باه ما يطلقليش العلك تاعو درتو دوائر. انا شكلتها هنا على شكل قلوب. الشكل نتوما واش تبغوا، مقروطات، قلوب، الصح كامل في العجينه تاعنا. نطبع العجينه تاعي كامل ونبدا نقلي فيها. نحي الزوائد نعاود نرجعهم نعاود نخبزهم عادي، ما راش تخسر لنا العجينه. ها هي شوفوا الشكل تاعها. نقليهم في زيت يكون سخون ونشوفوهم في المقله. ها هم هنايا تقلاو. هنا راكم تشوفوا في الرغاوي في الزيت، هذا النتيجه تاع الخماره تاع الحلوى اللي رانا دايرينها في السميده تاعنا. يعني ما تخافوا ما تنخلعوا، راهي زيت جديده. نقلوا القلوب تاعنا كامل ونشوفوهم في صحن التقديم. انا شوفوا درت هنايا شكل القلوب وها من شكل دوائر، يعني الشكل اللي كي باغيتو ديري مقروطات. ها ما ينفتحوا ما يصرالهم والو، يقعدوا على حالهم كما تشكليهم كما يقعدوا. هنا تكون النار شويه ناقصه باه يطيبوا لكم حتى للداخل، ماشي يتحمروا من برا ويقعدوا لكم عجين من الداخل. نقلي كامل الكميه اللي راه عندي ونشوفوها في صحن التقديم. هاو البسس تاعنا ولا المخمرات تاعنا ها هم هنا في الشكل النهائي تاعهم. انا غبرتهم هنا غير بشويه سكر ناعم. تبغوا تعسلوهم عسلوهم، تبغوا ديروا لهم سكر ناعم ديروا لهم، تبغوا تخلوهم طبيعيين خلوهم طبيعيين. شوفوا يجي مطمنين يا البنات، وصفه ناجحه في وقفه ديريها. نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبكم والوصفه تاع اليوم عجبتكم، واذا عجبتكم بارطاجوها مع احبابكم واصحابكم، خلوا لي تعليق شباب وديروا لي الجيم، وان شاء الله الفيديو اخر باذن الله. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.